عيد وطني وتقليد مصري قديم ارتبط بفصل الربيع. شم النسيم هو بداية الحياة عند المصري القديم، وكان اسمه شيمو، بيمثل بداية السنة الزراعية الجديدة وبداية الحصاد. ودي فترة الانقلاب الربيعي في 11 برمودا بالتقويم المصري. كل المصريين كانوا بيخرجوا يجروا ويفرشوا ويقعدوا وسط الأراضي الخضراء، ياكلوا رنجة وفسيخ وبصل أخضر وخس وترمس وبيض مسلوق ملون. كل أكلة كان ليها حكاية. زمان ماما الله يرحمها في شم النسيم كانت بتكسر البصلة بإيديها وتخلينا نشم ريحتها وتحطها قدام الباب. عادة مصرية قديمة وأسطورة من أساطير المصري القديم. ابتدت الحكاية في منفى القديمة وبالتحديد في الأسرة الستة. كان في ملك من ملوك مصر القديمة، كان ليه ابن وحيد الكل كان بيحبه. وفجأة تعب ابن الملك تعب شديد لدرجة انه عجز عن الحركة. جري الملك بسرعة، جاب الأطباء والكهنة والسحرة علشان يعالجوه، لكن للأسف محدش قدر يوصل للعلاج. حزن الملك لكن ما استسلمش، وطلب من الكاهن الأكبر لمعبد آمون إنه يعرفه السبب. رد الكاهن وقال له إن ده بسبب السحر اللي خلى الأرواح الشريرة تسيطر على ابن الملك. فبسرعة أمر الكاهن بوضع ثمرة من ثمار البصل تحت راس ابن الملك في فرشته، وده عند غروب الشمس، بعد ما قرأ عليها بعض التعاويذ لفك السحر. وبعد كده قام الكاهن عند شروق الشمس وشق ثمرة البصل وخلى ابن الملك يستنشق عصير البصل. وطلب من كل الموجودين في القصر إنهم يعلقوا حزم من أعواد البصل فوق السرير وعلى أبواب الغرفة وبوابات القصر، كل ده علشان يطردوا الأرواح الشريرة. وفي الوقت ده حصلت معجزة. قام ابن الملك واتحرك. فرح الملك وجمع كل أطفال المدينة جوه القصر للاحتفال، والوقت ده كان وقت الحصاد. قام الملك وعيلته وكبار رجال الدولة لمشاركة الناس في العيد وتعليق حزم البصل على أبواب البيوت لطرد الأرواح الشريرة. خلي بالك، احنا مش محتاجين نقرأ تعويذ علشان نحمي نفسنا من السحر والأرواح الشريرة. عارفة ان السحر موجود، وعارفة ان الأشرار كتير. كل اللي احنا محتاجينه اننا نمسك بربنا ونعمل بوصاياه، مش اكتر من كده. ومن الأكلات المرتبطة بشم النسيم أكل الفسيخ أو السمك المملح، عادة من عادات المصري القديم. هو مرتبط بالنيل. في المصري القديم كان بيقدس النيل لأنه شريان الحياة، وده ظاهر على نقوش كتير على جدران المعابد مع بداية الأسرة الخمسة. ظهرت أوراق الخاصة على نقوش المعابد تحت أقدام المعبود مين، إله الخصوبة والتناسل. ظهرت السلال المليانة بالقرابين المزينة بأوراق الخس. الخس هنا مرتبط بخصوبة الطبيعة، وهو من النباتات المقدسة عند المصري القديم. أما عن البيت الملون المنقوش فده بيرمز لبعث الحياة والتجديد عند المصري القديم. هو ارتبط بتحقيق الدعوات والأمنيات. وظهر المصري القديم وهو بيتزين بالياسمون أو الياسمين، وهو عطر الطبيعة اللي كان بيقدم من ضمن قرابين المعابد عند الاحتفال باستقبال فصل الربيع. فشم النسيم رمز البهجة والسعادة والحياة والتجديد. افتخر بأصلك المصري القديم، فالحضارة المصرية فخر لكل المصريين. كل سنة وانتم طيبين.